ايه يا عبد الله، عم تبحث خلف السماء؟ من أبدع كل هذا الجمال؟ أي يد كريمة بسطت تلك الأرض، وأي عناية عظمى صنعت تلك السماء؟ يا عبد الله بن رواحة، يا أيها الشاعر الحالم، أما زلت تحدث نفسك وتجلس تنشد الجمال؟ ليس الجمال ما أنشد يا صاحبي، ولكنني أنشد الجميل. ومن هو الجميل يا عبد الله؟ الجميل صانع الجمال. الجميل هو من وهب الجمال جماله وأنعم عليه. حديثك غريب يا ابن أم رواحة، لا يقل غرابة عن حديث الناس عن رجل بمكة. أي رجل؟ اسمه محمد بن عبد الله، لقبه قومه بالصادق الأمين، أشرفهم نسبا وأحسنهم وجها وخلقا. يزعم أن الله أنزل عليه وحيا من السماء يدعو الناس إلى توحيد الله ونبذ الأصنام. من يأخذني إلى ذلك الرجل؟ لا أكتمك سرا بأن هناك وفدا من يثرب ذاهبا إلى مكة ليسمع له، وإني مع هذا الركب المبارك الباحث عن الحقيقة المتجه إلى مكة. خذني إليهم. منذ أن خلق الله الإنسان وهو في حالة حنين دائم إلى خالقه سبحانه وتعالى، وعلى مر العصور وفي كل مكان كان هناك رجال أحرار يتوقون إلى الحقيقة ويبحثون عن الحق، ومنهم الصحابي الجليل الأنصاري الكريم الشاعر الشهيد سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، الذي ظل شبابه يبحث عن صانع هذا الكون ومبدعه حتى هداه إلى خير هاد صلى الله عليه وسلم. ورزقهم الله رؤية الحبيب فأضاءت قلوبهم ووجوههم أنواره وهتفوا بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا رسول الله، اشترط لربك ولنفسك ما شئت. وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم بوجه بشوش: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ فأجاب البشير صلى الله عليه وسلم: الجنة. ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك.
الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. ويحك يا عبد الله يا ابن رواحة، ما هذا الذي تقول؟ كلام الله الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لكم أنتم وما للأنبياء، وإنما الأنبياء فينا بني إسرائيل. أولم تذكر كتبكم نبأ خاتم الأنبياء؟ بلى والله لقد ظهر وإنا به مؤمنون. إنما نحن أهل العلم، ولا علم لكم أنتم بشيء، إلا أنه سيظهر في قومه ويكذبوه فيأتي إلينا وننصره. صفه لي يا ابن رواحة. لسانه الصدق، حديثه الحق، نظرته الدواء، رؤيته الهدى، ووجهه الحسن، وفقده الحزن. إن كان كذلك فهو هو، وإن له لمنتظرون يا ابن رواحة. ودخل النور طيبة فصارت هي المدينة المنورة. وطار عبد الله بن رواحة من السعادة، وألقى بنفسه متشبثا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلينا يا رسول الله، حيث العز والمنع. ولكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تبسم لعبد الله بن رواحة وقال: اتركوها فإنها مأمورة، وأناخت حيث أراد الله أن تكون. وظل عبد الله بن رواحة ملازما للرسول الكريم وفارسا من فرسان الإسلام، وشاعرا أيضا مؤيدا يحبه الرسول. وطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يصف له كيف يقول الشعر. أنظر في ذاك الأمر ثم أقول. فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول في المشركين، فقام الفارس شاعرا: يا هاشم الخير، إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير. إني تفرست فيك الخير نافلة، فراسة خالفت فيك الذي نظروا. فثبت الله ما آتاك من حسن في المرسلين، ونصرا كالذي نصروا. وتبسم رسول الله وقال له: وإياك فثبت الله. أنت الرسول، فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر. خذي حذرك من الماء المغلى يا جارية، خذي حذرك. ويحك يا فتاة، ألم أقل
أقل لك خذي حذرك؟ ويحك يا عبد الله، لماذا آذيت مشاعرها؟ لقد أذنبت ذنبا رهيبا، لا بد أن أذهب إلى رسول الله لعل الله يغفر لي. وذهب عبد الله فزعا إلى رسول الله يخبره بما حدث، فسأله الرسول الكريم عن حال تلك الجارية. يا رسول الله، هي تصلي وتصوم وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا عبد الله، هذه مؤمنة. فوالذي بعثك بالحق نبيا لأعتقنها ولا أتزوجنها. ماذا يا سيدي؟ تعتقني؟ نعم يا أمة الله، أنت حرة لوجه الله وزوجتي إن شاء الله لو أحببت. ليتني أوقعت الماء المغلى من زمن. كيف هذا؟ إن الله لذو فضل على العالمين. أنا حرة وزوجة لعبد الله بن رواحة الصحابي الجليل والرجل الشهم النبيل. والله إنه لشرف لم أحلم به قط. نكح أمة عبد الله بن رواحة يتزوج من أمة، ولا لا يتزوج من مشركة ذات حسب ونسب. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. وأنصف الله الأمة المسلمة مفضلا إياها على الحرة المشركة بفضل بركة هذا الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة. يا عبد الله يا ابن رواحة، ماذا تريد يا أخي؟ أريدك أن تسمعنا أبياتا من شعرك الجميل الذي تسمعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أستطيع يا أخي، لا أستطيع. ولما يا عبد الله؟ ألم تسمع قول الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون؟ والله لقد علم الله أني منهم فامتنعت عن قول الشعر، وهو أحب الأشياء إلى نفسي، ما كنت أمتنع عن قوله قط حتى تفارق روحي جسدي، لكنه أمر الله. ويحك يا عبد الله، ألم تسمع باقي الآية الكريمة؟ لقد استثنى الله المؤمنين من الشعراء، إنني أشهد والله إنك لمنهم. ألم تسمع قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ومن أدراني أنني منهم يا أخي؟ لن أقول الشعر بعدها أبدا، هذا عهد بيني وبين ربي. والله لقد حرمتنا يا عبد الله من شعرك، وكان عندنا من أرق الكلام وأحسنه. وأنا من ذلك أحرم وألمي أكبر، لكنه أمر الله. وأخذ عبد الله بن رواحة على نفسه العهد بالحرمان من هذه الموهبة الربانية طاعة لله عز وجل،
حتى كان في قافلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأمره النبي قائلا: يا عبد الله، انزل فحرك بنا الركب. يا رسول الله، إنني قد تركت قولي هذا. فقال له الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اسمع وأطع. يا رب، لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الكفار قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. وظل ينشد ابن رواحة حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم ارحمها. فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. لماذا أنت مسرع يا ابن رواحة هكذا؟ لقد اختارني رسول الله عليه الصلاة والسلام لأكون واحدا من 3 أمراء على جيش المسلمين لمحاربة الروم في مؤتة. هنيئا لك يا ابن رواحة، رزقك الله النصر. أستحلفك بالله يا أخي أن تدعو لي بالشهادة، فإن روحي تتوق لملاقاة بارئها وأكتب عند الله شهيدا. كتبها الله لك يا عبد الله، أنت ومن معك. وفاضت روح الشهيد الطاهرة. يا رب، لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا.